اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل لكم الحمصية، بقلل المقادير وحاجات بسيطة وكلها موجودة في البيت، وهتطلع مقرمشة معاكي زي ما انت شايفة كده في اول الفيديو. ف يعني بصراحة هتطلع خرافية وحاجات بسيطة جدا جدا يعني. هتشوفي معايا المقادير دلوقتي وانت اللي هتحكمي بنفسك. يعني حاجات موجودة في البيت، جايز بس هتجيب الحمص بس من بره زي ما انت شايفة كده. فدلوقتي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده بوريكم القرمشة. فهنخش على المقادير. معايا طاسة كده، معايا كوباية سكر، معايا كوبايتين من الحمص، معايا نص كوباية مية، معايا نص معلقة ملح ليمون، معايا معلقة من عسل النحل، وممكن تستبدليها بعسل جلوكوز عادي مفيش مشكلة. ممكن تبدلي ملح الليمون بليمون، نص ليمونة عادية، مفيش أي مشكلة معاكي. احنا مش هنقف على حاجة طبعا. احنا طبعا ما بنقفش على حاجة طبعا، اي حاجة عندنا طبعا بنستبدل حاجات بحاجات وبتطلع ناجحة طبعا معانا. حطيت طبعا هنا كوباية السكر ونص كوباية المية ورفعتهم على النار كده عشان اشوف. طبعا هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل معانا. احنا دلوقتي حطينا طبعا المية، وحطينا وزي ما قصدي الملح الليمون، وحطيت نص معلقة العسل النحل، معلقة كبيرة. ممكن تستبدلها بعسل جلوكوز، وحطيت ريحة الورد. بفضل اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وبعد كده بنزل بالحمص، كوبايتين الحمص زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اقلب لحد ما اوصل بقى ايه للقوام اللي انا عايزاه. فانا بيبقى معايا صينيه بقى جايباها، وده حاطه فيها كيس تلاجة ودهنها بمسحه زيت خفيفه كده اهي، وبنزل عليها بالخليط وبسويه. دلوقتي يا حبايب قلبي بعد ما قطعتها وسبتها كده ربع ساعه، شايفين القرمشه. حبيت اسمعكم بقى، انا ما عملتش مونتاج والله في الفيديو ده، حبيت اسمع. شايفين صراحة تحفة تحفة حاجة بقى، وهدوقها معاكم كده واسمعوا القرمشة. سامعين؟ يا ريت يا حبايب قلبي تجربوها، ومقاديرها بسيطة خالص وموجودة في كل بيت، مش هتشتروا بس غير الحمص. جربوها كده بكوباية سكر، وطلعت لي حوالي يجي نص كيلو كده او كيلو الا ربع كده زي ما انتوا شايفين اهو. وما تنسونوش يا حبايب قلبي في لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتشجعوني عشان اصور لكم بقى كل جديد. اخواتي في الله، يا رب. وده كده نهاية الفيديو، واتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم. وقولوا لي انتوا طالبين ايه بتحبوا ايه، انا ممكن اعمله لكم. وطبعا لو كبرت هكبر بيكم يا حبايب قلبي، وربنا يخليكم ليا يا رب. كل اللي بيكتب لي تعليق حلو او اعجاب ربنا يكرمه يا رب، وربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد مولد النبوي الشريف عليكم، على الأمة الإسلامية كلها يا رب بخير. ويا رب إن شاء الله نكون كلنا كده في هنا وسعادة يا رب، اللهم آمين. وكل واحد يا رب يحقق له كل اللي يتمناه يا رب. وألف شكر لكم يا حبايبي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب يكون نال إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.